فاكر لما كنت صغير ومتحمس للحياة، مبسوط بكل حاجة صغيرة في اليوم. مش باين قوي ان احنا متحمسين زي دلوقتي. ده لو كنا متحمسين اصلا للحياة وكل جديد. بس كانت زمان احنا مبسوطين باللعبة، بقريبي اللي انا عمال العب معاه، الحد الصغير اللي بكون ماشي واللي هو حد جديد يشاور لي فتلاقيني يا عمو ازيك عامل ايه. الطاقة دي الواحد راحت منه فين؟ وايه الاسباب اصلا اللي خلت الواحد مع الوقت يوصل لمرحلة ان هو لا، انا حاسس ان انا مش انا بتاع زمان، انا محتاج طاقة والحماس بتاع زمان ده هو راح فين؟ وازاي اصلا الواحد وصل لمرحلة ان هو بقى فيه خوف من الحياة بدرجة لا توصف؟ هو ايه اللي وصلنا لهنا اصلا؟ اول حاجة واصعب حاجة ان احنا بقت حياتنا روتينية. مخنا بشكل عام بيحب الروتين، عشان كده هو بيحاول دايما يكرر الحاجة. طيب انا كشخص بيحب يهايبر بقى ويحب النشاط والجديد، وكلنا بالمناسبة كده. دلوقتي انا ما لقيتوش بسبب ان مخي عمال بيقول لي اصحى كذا نام كذا، نشوف بقيه اليوم هنعمل فيه ايه، لو في الاغلب هنبقى قاعدين على الموبايل مش بنعمل اي حاجه مفيده. طيب هو الروتين ده من كتر ما بيتعمل، بالمناسبه الروتين ده ما فيهوش حاجه منتجه في الاغلب، بيكون تكرار لحاجات. انا بس عايز ان انا اضيع الوقت بس. انا عايز حاجات اعملها، انا في دماغي حاجات اعملها بس انا ما عنديش طاقه اعملها. ودي حوار تاني لوحده مش هنتكلم عليه دلوقتي. بس انا عايز اعمل حاجه بس انا ما عنديش طاقه اعملها، فبدخل في روتين من تضييع الوقت وحياه لا متناهيه. طيب ايه تاني ممكن يوصلني للمرحله دي؟ في الاغلب كمان بتكون جزئيه ان انا تحمل المسؤوليه الرهيب اللي بقى على الواحد. ان احنا قلنا ما عنديش طاقه، بس انا نفسي اعمل حاجات كبيره، فممكن اشيل نفسي مسؤوليات كبيره قوي عشان بس احس ان انا انجزت. طيب ما انا كنت ممكن اقسمها صغيره، بس انا ما بعملش كده. الحاجات بدل ما بقسمها صغيره وامشي بيها بالمعدل دوت، لا انا عايز حاجه كبيره واعملها واخلص منها. ليه؟ الدنيا بقت كلها جديد، ما بقتش محجم نفسي في الحاجات الصغيره، ما بقتش مبسوط اصلا بالحاجات اللي انا بعملها. بحس ان انا حتى لو عملت الحاجه انا مش كفايه، مش مبسوط في احسن. بس مش في احسن على مبدأ التطوير، لا، هو في احسن على مبدأ، او بقولها لنفسي في احسن على مبدأ ان انا ما عملتش كويس النهارده. مع اني لو جينا بصينا لارض الواقع، طاقتي متناسبه مع اللي انا انجزته، انا حماسي واهدافي متناسبه جدا مع اللي انا عملته. ده لو عملته طبعا فعلا انا انجزت شيء، بس انا ليه مش ممتن ليه؟ بسبب الضغوطات والكم الكبير من الحاجات اللي انا نفسي اعملها ومش عارف. طيب المشكله ان بعد ما انا مش عارف اعمل حاجه، احنا قلنا اول حاجه ايه؟ صحصحوا معايا. اول حاجه ايه؟ ان انا مش عندي غير روتين ثابت ما بغيروش. دي اول حاجه، وعرفنا مشكلته في ايه. بعد كده نوصل لمرحله ان انا شخص عايز حاجات كبيره، والضغط دوت بيخليني اوصل للمرحله الثالثه، وهي ان انا افقد الامل في التغيير اصلا نفسي في حاجات كبيره وما عنديش طاقه اعملها، فانا يائس. مع ان الفكره ممكن تبقى ببساطه بحاجتين في الاغلب، يعني هنقولها مع بعض او نحاول نفكر فيها سوا. انا معرفتش اعمل حاجه اللي انا نفسي فيها. ممكن تبقى في مشكلتين، ان مثلا ده مش المكان المناسب ان انا هنجح فيه فعلا. في طاقتي متناسبه مع الحاجات اللي انا المفروض اعملها. مثلا انا شخص بيحب التفكير، ما ينفعش تقول لي كم محتوى حفظ احفظه، مش هتلاقيني مبدع في الحته دي. وهقعد طاقتي الكبيره قوي هضيعها في ان انا عمال بحفظ حاجه انا مش بحب، انا ما بحبش الحفظ. طيب اعمله ليه؟ برضو انا محتاج عشان اوصل للنقطه دي، انا محتاج اكتشف انا بحب ايه وبكره ايه. ودي على فكره بتيجي بسبب ان الواحد بيقعد يشوف نفسه في المواقف الحلوه كان عامل ازاي، واحسن فيه كان افضل من كده ولا لا، وفي المواقف الوحشه كان عامل ايه، ورد فعله في المواقف الوحشه كان عامل ايه. لان المواقف الوحشه هي اللي في الاغلب اللي بتورينا شخصيتنا قوي، هي اللي بتوريك رد فعلك التلقائي. طيب بعد كده ما خلاص انا قسمت الموضوع، او نرجع لنقطة اللي احنا كنا بنقولها، ان انا مش في المكان الصح. وممكن الحاجة التانية ان انا بعمله بالطريقة الغلط، ان انا بدل ما عايز حاجة كبيرة ممكن لو قسمته لحاجات صغيرة على فكرة نوصل. بس اليوم ده خلص كده، واليوم ده لمدة شهر، كل يوم لو نص ساعة بقى معاك 15 ساعة في الشهر. متخيل؟ لا انا عايز ال 15 دول من اول ما اصحى الساعة 6 الصبح لحد الساعة 9 بالليل اخلصهم كلهم.
مش منطقي ومش هتستوعب ومش في مصلحتك. طب وليه؟ وده يوصلنا لنقطة بعد كده، ان انا حتى لو فكرت في الحاجة وعايز اعملها بوصل للمشكلة ان انا خايف افشل. وده موضوع كبير، لان جزء كبير من مفهومنا للفشل غلط. انا في حياتي حاجة من الاتنين، لا اما بنجح يا اما بتعلم. مثلا الفيديو دوت انا عملته كويس، نجح وفي ناس شافته واستفادت، وممكن ان هو ما يبقاش كويس ومش طلع قيمة مثلا بالنسبة اللي بيسمعه، او هيكتب لي في الكومنت ان الفيديو مش كان حلو، هدخل انا على الكومنت اشوفه هيقول لي كان وحش في ايه، هطور حتة الوحش دي واحاول احسنه لاحسن مرحلة ممكنة. اذا في فيديو فات نجح، مثلا لو قلنا بمفهوم النجاح زي ما احنا بنسميها، فيديو قديم نجح، الفيديو دوت اتعلمت منه ازاي اطوره وارجع الفيديو القديم دوت واخليه احسن كمان. فلازم اغير مفاهيمي، لان المفاهيم هي اللي بتحركنا، هي اللي بتخليني قايم من يومي عندي طاقه ان انا اعمل حاجه جديده، او ان انا ما عنديش طاقه اصلا ان انا اتحرك. لو بصيت لها بمبدا ان انا عندي حاجه كل يوم المفروض اعملها وملزم ان انا اعملها، طب انا ما عنديش طاقه، مش عايز اعملها، ملزمه، انا مش عارف انا بعملها ليه. لكن انا بحاول اجرب، بتعلم، بشوف طرق جديده اطور على الحاجه القديمه اللي انا بتعلمها. لا ده انا مبقتش بستعمل الشيء او باخد المعلومه، لا انا بقيت بطورها وبضيفها بالنسبه لي لغايه ما يجي اليوم المناسب اللي ممكن التطوير ده يفيد ناس تانية. مش ممكن لو بصينا لها كده تديني طاقه اكبر ان انا ممكن افيد كل الناس اللي حواليا؟ مثلا انا عندي طاقه ايجابيه، لو قلنا ده مثال، وحد بيكلمني متضايق ومكتئب، وصلت له الطاقه الايجابيه دي بالشكل الحلو اللي يخليه يقوم ويتحرك، انا كده مش استفدت؟ لا، بس في ناس ممكن بقى بسبب مفهوم الفشل عنده غلط ان هو يقول ما دام الشخص ده نجح وبقى طاقته حلوه وبدا يتحرك في حياته انا فشلت. مين اللي قال كده؟ المشكله في مفهومنا احنا لاي حاجه في الحياه. بمفهومك تشوفها حاجه حلوه وكبيره وسبب لخلاصك وكل حاجه حلوه في حياتك، بسببها ممكن تحس ايه كميه الغلط والبشاعه وكل الحاجات الغلط اللي بتحصل دي، مع ان نفس المفهوم. فانا محتاج اعيد ترتيب مفاهيم انا. طيب هو الطاقه والحماس دي هتجيلي من فراغ؟ لا، هعيد مفاهيمي واعيد ترتيب اولوياتي واعيد نمو نفسي واعرف شخصيتي. مع الاربعه دول هبدا اكون شخصيه اللي انا عايز اوصل لها، حتى لو في عقبات في النص هطورها واحاول اتحايل عليها واوصل لها. طيب هو انا عشان ارجع طاقتي بتاعت زمان دي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اول نقطه ان انا كل يوم اجرب حاجه جديده. ممكن ان انا اجرب بدل ما انا بذاكر وانا قاعد، مثلا على سبيل المثال ان انا اجرب وانا اذاكر وانا واقف. هي تبان حاجه اللي هو ايه ده، بس هي دي هتديك فرصه ان انت تكتشف. ما يمكن وانا قاعد دايما مشتت، لما اجي اقف بقيت بركز. ده انا بالنسبه لي لما بمشي وانا بتكلم في ريكورد او بحاول ان انا اقول لنفسي حاجه او بحاول اكتب سكريبت الحاجه انا عايز اعملها، في الاغلب بكون نشيط اكتر وانا ماشي او انا بتحرك، بتجيلي افكار احسن. فانا اكتشفت المعلومه دي واكتشفت المعرفه دي ان انا وانا ماشي بتبقى طاقتي كويسه لدرجه ان انا ممكن ابدع واوصل لمرحله من الابداع للابتكار. ودي ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت تاني. بس في الاغلب انا وصلت لمرحله ان انا عارف نفسي، فعرفت امكانياتي، فبجدد على الامكانيات اللي انا عرفتها. وبالمناسبه مش شرط في النقطه اللي انا قلتها دي، ممكن ان انا اجرب حاجات جديده كل يوم، اللي انا احاول اقرا عن مجال انا عمري ما عرفته. اللي هو انا بفكر مثلا في حاجه نفسيا، ممكن اكتب ايه اللي بيوصلني للمرحله دي وابدا اقرا واكتشف. مثلا في حاجه في السياسه ما اعرفهاش ودي حاجه جديده مثلا نفسي اسمع عنها، لا انا هعمل فيديو بس صغير، اعمل ريسيرش صغير على اليوتيوب، هتجيلي فيديو صغير مدة دقيقتين هفهم كل اللي انا عايزه. ده لو انا عايز. بس لازم انا احط في دماغي جزئية ان انا كل يوم حاجة جديدة بتدي الواحد نور كده، ان دماغه وعينه بتنور للحياة، ان هو بيبقى صاحي بيقول لنفسه هيا كيرو هنعمل ايه النهاردة، ايه الجديد اللي ممكن نطوره النهاردة ويفرق معانا للأحسن. الحتة دي بتخليني بشكل عام
عيني عماله بتلمع كده كل يوم وانا بتحرك، عمال في جديد. وبعد كده تجيلنا النقطه ان انا اهدافي صغيره، بعد ما ان انا كل يوم حاجه جديده، اهدافي صغيره عشان ما تقطمنيش انا، لان الهدف كل ما كبر كل ما صعوبه ان انا احققه كبرت. العلاقه طرديه بين الصعوبه والحجم، كل ما الحجم اللي انا عايزه يكبر كل ما الصعوبه كبرت. بس لو انا الكبير دوت قعدت اقسمه لحاجات صغيره خلص اسرع. وبعد كده نيجي لنقطه ان انا حتى لو عملت حاجه كل يوم كبيره او صغيره، وخلي بالك من دي، ان انا اكون ممتن للحاجه الصغيره اللي انا عملتها دي، مش ان هو انا عملت حاجه اللي بعده. لا، ما على فكره اللي انت خلصه دوت حلو ونشكر ربنا عليه وعملنا مجهود يحترم زي ما بيقولوا. طيب ما انا محتاج ادي لقطه لنفسي، اللي هو ايه ده، انت تستاهلي انك انجزت النهارده حاجات كويسه. لا، ده انت كنت واقفه معايا، اكنك بتكلم نفسك، ده انت كنت واقفه معايا النهارده بشكل حلو قوي، وكان يوم صعب جدا. انا هقول لك حاجه، انا هفرفش عليك النهارده. التغيير دوت بيخليك انت مش عارف انت مجهز لروحك ايه، مش اللي هو انا عارف اللي في دماغي وانا عارف اللي جاي وعارف الصعوبات اللي جايه. يا باشا هو ايه اللي هيصحيني من النوم اصلا بعد ده كله؟ مفيش دافع اصلا ان اتحرك بعد ده كله. وتيجي بعد كده النقطه اللي خليك دايما مصدر للعطاء. الجزئيه دي هتديك الطاقه والحماس اللي انت نفسك فيه، اللي احنا فقدناه اصلا من الاول. المعطي او المروى هو ايضا يروى، يعني اللي بيدي بياخد، واللي بيدي طاقه مثلا لحد ان هو يبقى كويس ويساعده ان هو يوصل، ربنا بعت له اللي بيوصل برضه، وبيبعت له الشخص اللي هو يوصله للمرحله اللي هو نفسه فيها فعلا. بس انت محتاج تيجي على الحته بتاعت انا عايزك اسيطر على الحاجه اللي انا عايزها. ابعد عن النقطه دي، ابعدها، لان جزء كبير منها بيوصلنا لمرحله ان انا كل اهدافي متمحوره حواليا انا، فانا بكون اكني شخص بيحاول يعمل كل حاجه لمصلحته الشخصيه، مع ان ده مش صح. مش صح على مصلحتك الشخصيه الوقتيه، لان رغم ان انت منحصر في كل اهدافك الشخصيه الذاتيه، مع ذلك انت مش عارف توصل. محتاجين نجرب طريق تاني، وطريق تاني ان انت تدي، مش انك تكون منحصر في حته انك تاخد بس، لان لو انت اديت فعلا هتلاقي اللي انت عايزه. واخر حاجه خلينا نقول ان الحماس او الطاقه مش شعور هيجيلك من السماء عشان تتحرك، انت محتاج تشتغل وهيجي بعد كده الشعور، مش العكس. يعني احنا محتاجين نعمل الحاجه حتى لو احنا مش حاسين ناحيتها بمشاعر، بس هتيجي المشاعر بعد ما نتحرك. مش شرط تيجي المشاعر دايما في الاول، وده بيرجعنا لنقطه الشغف. والشغف هو اللي بيحركني ولا لا؟ لو الشغف هو عامل زي الهوا، لو الهوا هو اللي حركك في الاغلب انت مش هتعمل اي حاجه، لان دايما رغباتك هي اللي هتحركك. ودايما رغباتك دايما مش هيبقى فيها حاجه لصالحك انت، هي هتبقى اهداف وقتيه زمنيه محدده، ياتي بعدها كيرف نازل في الدوبامين كده، كل حاجه راحت ومفيش طاقه ولا اي حاجه. فاحنا محتاجين ندي ونكون رحومين بنفسنا، ونكتشف نفسنا في المرحله دي كلها. احنا بنكون شخصيتنا، بنكون معلومات عن نفسنا كناش نعرفها اصلا. بس كده، سلام.